وتعد من اكبر المزارع الموجوده في العالم في نظام الساند بونيك سيستم يعني. وشغاله ما شاء الله عليها، وادي مزرعه ثالثه ولا رابعه احنا عاملينها هنا اهو. بتعتمد على الرمل في فلتره الميه. والرمل احنا كل الموضوع مش لازم يكون رمل سيليكا يعني. احنا المفروض مثلا بنعمل ايه؟ بنجيب الرمل، بنختبر طبعا في ابحاث قبل كده عملها مركز البحوث عن هي ايه افضل الاماكن اللي ممكن نجيب منها رمل ومتاحه. واعتقد في الفيوم يعني في محاجر رمل كتير جيده وممتازه. زي ما احنا شايفين ادي نبته اهي طالعه في قلب ساند. احنا لسه ما حطيناش بذور، احنا حطينا كام بذره كده بس مؤقتا، لكن ادي اهي بقالهاش اسبوعين، كملتش حتى، وطالعه ايه زي الفل وتمام. وبكره هنشوف بعد كده ان شاء الله النباتات وهي مزروعه. طب ليه انا ما اعتمدش النظام دوت واعمل الصوب؟ اعمل صوب في قلب الصحراء، وانا اتكلمت في الموضوع ده كتير قبل كده وغيري اتكلم في الموضوع ده كتير. ليه ما اعملش النظام ده؟ اهم حاجه بختبر الرمل بتاعي، بجيب الرمل بغسله، ودي سهل جدا اغسله. ولو في اماكن زي المغرة او الاماكن دي فيها الميه تتعدى مثلا 9000 ولا اكتر ولا اقل، طب ما سهل جدا ما انا اجيب محطات في تنقية ميه، انقي كمية الميه اللي هي فلترة سوري الميه، افلتر كمية الميه اللي انا محتاجها في البداية 300 متر 400 متر 5000 متر افلترهم. وانا اساسا الانظمه دي ما بتستهلكش ميه، مش محتاجه ميه، لان بتعمل اعاده تدوير للمياه. فبالتالي بس كل فتره كده ممكن ازود الميه. والميه اللي انا يعني هتخرج مني الميه المالحه اللي هي بتبقى نواتج الفلاتر، اعمل بيها مزرعه تانية برضو بنظام مغلق للاسماك الميه المالحه. ايه المشكله يعني؟ وازرع في الساند بونيكل سيستم اللي بيعتمد على الميه العذبه. ايه المشكله؟ واقدر اخضر الصحراء كلها وازرع واستغل الكلام ده كله وانتج سمك وانتج خضروات. وعلى فكره انتاج الساند بونيك يعني اضعاف الارض العاديه للي يعرفه كويس وللي درسه كويس. طب ليه انا ما اعملش الكلام ده؟ ليه انا ما استغلش؟ ليه اقول ان انا مثلا المغرة عندي المية فيها عالية جدا وبتوصل ل 12000 ساعات، في ابار بتبقى 600 700 وساعات اقل، وفي معظمها التانية بقى 5000 9000 12000 تقريبا. ومع العلم طبعا ان كل ما بسحب من الابار مياه بتزداد بعد كده مع الوقت ملوحتها يعني، دي معروفه. ليه ما اعتمدش السيستم ده؟ يبقى عندي محطات تنقيه مياه وتحليه مياه، وعندي ساند بونيك سيستم، واقدر ان انا استغل الكلام ده كله واطلع ميه، اطلع انتاج غزير من الارض ومن النباتات والخضروات. وعلى فكره الساند بونيك سيستم ده اقدر ازرع فيه زي ما بزرع في الارض جميع المحاصيل. ايه المشكله؟ يمكن الجذريات بيبقى فيها بعض او اللي هي الدرانيات بيبقى فيها بعض المشاكل، لكن ال ال النباتات او الخضروات الورقيات كلها والثمريات كلها ممتازه جدا وبتديني انتاج ممتاز. وعندنا يعني اساتذه في المجال ده في مصر يعني. احنا مش هنتكلم عن نفسنا، لكن في احسن مننا كتير يعني موجودين، وعندنا عباقرة في المجال ده. ليه ما نعتمدش الاساليب دي ويبقى احنا كده استغلينا الموضوع صح وسيستمنا صح؟ ليه تبقى دول زي يعني اسرائيل او غيرها متقدمة عنا في مجال الزراعة، واحنا الحمد لله احنا اقدم منهم كتير جدا 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 في الزراعة؟ ليه يعني ليه نقول ان مفيش امكانيه ان انا ازرع الصحراء وارض معظم الارض عندي صحراء وده اللي مأخر البلد في التنميه؟ ليه الكلام ده؟ طب ما انا هنا ازرع اعتمد على السيستمز ده وابقى الدنيا تمام. يمكن بعض المسؤولين ما عندهمش خلفيه عن الموضوع ده لان ما حدش وصل لهم المعلومه، فبالتالي هو ما يعرفش ان انا ممكن ازرع حاجه، ان في سيستم اساسا اسمه ساند بونك مثلا على سبيل المثال. ليه العلماء بتوعنا، ليه المسؤولين اللي هم الصغيرين بقى اللي ما بيوصلوش الكلام ده، ليه ما بيوصلوش الكلام ده؟ يعني اعتقد يمكن النهارده حبيت بس اتكلم في المجال ده، وبعد كده هنشوف ان شاء الله الانتاجيه هتبقى شكلها ايه. واعتقد يعني يا ريت الدوله تتبنى المشاريع ديت، هتبقى ممتازه جدا بالنسبه لها، واقدر اطلع من ال 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 اللي انا فيه حاليا دلوقتي ده اقتصاديا، والدنيا تظبط معايا. ده كان بعض الدردشه كده اللي حبيت اتكلم معاكم فيها النهارده، وان شاء الله هنتكلم بالتفصيل بعد كده على المزارع دي بتبقى شكلها ايه وامكانياتها ايه، وهتبقى معانا اول باول باذن الله. تحياتي لكم جميعا، انا وجيه خوجة من قناه سمكه تيوب. لو عندك اي استفسار ممكن تسيبهولي في التعليقات، ولو عجبك الفيديوهات بتاعتنا يا ريت تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناه. ولو عندك اي افكار ممكن نتبادل الفكر فيها ان شاء الله. تحياتي لكم جميعا.